ولكل هذا أقول لمحافظ بورسعيد الذي لم يأتي في الافتتاح ولم يأتي في الختام. المحافظ اجتمع من بضعة أيام، يوم بالتحديد يوم 28 مارس، اجتمع مع الصحفيين وقال لهم بعد 3 أيام هفتتح مبنى الأوبرا وحبيب رئيس الوزراء يفتتح هذا المبنى. وقال أنا هدي هذا المكان لوزارة السياحة لأن بتوع الثقافة دول مش هيعرفوا يشغلوه. ونظرا أن المحافظ بيقول يريد عائد مادي من هذا المبنى الذي تكلف 168 مليون جنيه. الواقع هذه كارثة حقيقية، وهذا القرار قرار كارثي على مستقبل الثقافة والفنون في هذه المدينة. هذه المدينة بورسعيد ارتبط فيها الإبداع بالمقاومة. هذه المدينة كنا أبناء هذه المدينة كانوا يحاربون على أنغام السمسمية، على إيقاعات البطولات الملحمية. كنا نمثل على خشبة مسرح قصر الثقافة وهناك أبطال ممثلين موجودين في الصالة. كنا نمثل على أضواء الشموع أثناء الغراب وأثناء الحرب ضد العدو. لا يوجد مجتمع بلا ثقافة، لا ننتظر مقابل من الثقافة. الثقافة هي روح المجتمع، هي ضمير الأمة. في القرن الثالث قبل الميلاد روما غزت أثينا واليونان، غزتها عسكريا، لكن الذي انتصر ليست هي روما وإنما اليونان هي التي انتصرت بثقافتها، بفلسفتها، بفنونها، بوعيها.